السلام عليكم. بوغنجا وليدي، قلت له شنو هذه بوغنجا؟ قالت لي راح تدعي لله عز وجل. قلت لي تلبس هكا تذل روح ربي باللي يا ربي احنا عبادك بسطاء وضعفاء وما كان والو، اعطينا شتاء وارحمنا برحمتك. السلام عليكم. فقط نرد على اخونا ميو ونوضحوا له الامور. هو كي قال بوغنجا والى اخره وشتا خويا عباك واش معناتها بوغنجا؟ بوغنجا ولا اورنجا في بلاد القبائل، هذه بوغنجا هي عاده قديمه من عادات الجاهليه وهي شركيه اخي. كانوا في كل منطقه في شمال افريقيا كانوا يحتفلوا بها، كل وحده عندها التسميه تاعها. كيما يناير عندكم انتم في الاطلس البوليدي بوغنجا، كاين من جهه الغرب، من جهه الشرق قسنطينه، جيجل، كل واحد عنده التسميه ديالو. بوغنجا او اورنجا معناها الغراف. قديما كما كانت طيح الشتاء والجفاف الى اخره، واش كانوا يديروا الاهالي؟ كانوا يجيبوا غراف يصنعوه من طين ويحطوا عليه حاشيه هكذا ويشبحوه شغل امراه ويجروا به في المراح في الزرع. ومن بعد مع العشيه كامل واش يديروا؟ الماكله هذيك يوزعوها على الاهالي ويجيبوا هذاك الغراف وهو اللي مشبح كامل يرموه في الساقيه تاع الدشره هذيك ويتوددوا باش ينزل المطر. باش تفهم فقط بوغنجا واش معناتها. بوغنجا هو اب غنجا. شكون غنجا هذه؟ غنجا هذه هي الفتاة التي ارادها اله المطر عندهم اللي هو انزار، معروف في يناير. انزار هو اللي كان حاب يتزوجها وهي رفضته. من بعد الاب تاع غنجا هذه هرب مع العائله تاعو الى مكان اخر. لهذا اهالي تلك القريه كانوا دائما يحتفلون بهذه الطقوس ويتوددون. والاغنيه راهي معروفه ايضا عندكم، بوغنجا فوق القرمود وبوغنجا شم خلاص وطيح شتاء. المهم هي يعني حتى القصيده هذيك قصيده شركيه اخي وتقدر تتاكد. وكاين كتاب اذا حبيت تحقق هو اللمع على نظم البدع للشيخ عبد القادر البجاوي الجزائري، واللي شرح منظومة البدع لمفتي المالكية آنذاك في الجزائر مولود ابن موهوب. وحتى أيضا حقق فيه هذا الكتاب، حقق فيه الكاتب عبد الرحمن دويب، وتقدر أيضا تتحقق على هذه القصة. ولازم تفرق خويا بين النية تاع بكري وبين عادات الجاهلية اللي أصلا تدينا للشرك. وعافانا الله والسلام عليكم.